حياكم يا شباب في الحلقة السادسة من عز آسيا. إن اليوم وين؟ اليوم هجمنا على برنامج آسيا في دارنا على قناة أبو ظبي الرياضية. محمد نجيب رجع يا جماعة. البكيري والبطي لاعبين لعب 1-2. مرزوق الغانم يجيهم من الخلف. 48 ساعة لقطر والإمارات. ناخذ أراهم. يا أخي مشينا. معليش بنعوسك وانت تضبط شمال يا اخي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عبد الله. الله يسلمك. يا اخي الامارات اليوم ذا البطولة موسع صدورنا الصراحة. انتوا هني من بداية البطولة؟ من 4 يا سلام عليكم. هذه ديارتكم. كل مباراة هذه ديارتكم، والدليل انكم دليتوا مكان الاستوديو اللي نحن موظفين في التلفزيون ما يدلونه. جد. باقي 48 ساعة المباراة، مين يفوز؟ ان شاء الله الامارات. ان شاء الله الامارات. الفريق يعني روح الاماراتيين بتظهر المباراه وبتذاكر وياك. ان شاء الله بنفوز عليهم. تقابل وياك ترى ابو زايد. اكيد بنتقابل وبنفوز عليهم ان شاء الله. وبنبارك البعض. ان شاء الله. والكاس ترى بنحطه هنا باذن الله. الله يسلمكم وتراكم في داركم وبين اخوانكم وشرفتونا وانستونا، وتحيه لكل متابعين عز. يا حبيبي الله يسلمك. شكرا لك. يا مرحبا بك يا صاحبي. يا مرحبا بك. مريح اشوفك يتعب قبل الهواء هي. وبعدين وش القصه الجديده قصه الاسد؟ في تويتر. من وين طلعت هذه حقت التسعينات هذه. ايوه والله. ابو خالد يا اخي ايش فيك معصب البطوله؟ والله ما ما لقيت احد يا اخي. لا حرام عليك والله العظيم، بس انا النبره عندي كذا دمي حار. أنا دم جنوبي حار هذا. طيب ابو خالد الحين باقي اقل من 48 ساعه امارات وقطر، وش رايك؟ والله مباراه نفسيه ما هي فنيه، نفسيه اول شيء. اللي يعرف يسيطر على هذه الحاله النفسيه ويكون هو الاعلى فيها، انا اعتقد هو اللي حيكسب المباراه. بما انك خبره ومحترف من زمان، رايح لمين؟ انا ارشح ايران اقوى يعني حتى في البطوله يعني. انت لو بدعاء الوالدين؟ لا بدعاء الوالدين ممكن. انا بدعاء الوالدين للامارات صراحه. ان شاء الله باذن الله توصل. اذا وصل ديك الساعه خير، لكن اكثر فريق مرشح اكثر من اليابان يعني. بالنسبه لي ايران فريق منظم، فريق قوي، تحسن كثير عن اول وماشي بثبات اكثر من كل الفرق الاربعه اللي موجوده. بس يا اخي لوكك كذا افضل من الشمال بالله. اصلا والله كذا امشي ترى. ما شماغ ترى ما البس الا في الاستديوهات. الله يسعدك فهد. يلا هي. الله يحييك عبد. الامور ماشي الحال. اشوفك مروق جدا مروق. ليه؟ مرتاح، الراحه حلوه يا اخي. خلاص الحين انت في ابو ظبي. الحمد لله ومرتاح في ابو ظبي. يا اخي انت وابو خالد مسوين تناغم لا يمك، ترى احنا اصدقاء يعني. اي بس اشوفكم مطاقين قبل. لا ما طاق، نختلف بالرأي. على فكره نرجع بسياره واحده ونرجع بسياره واحده انا وياه. ذاك اليوم رجع. لا انا وياه، انا اللي رجع. التليفون يتصلون فيني الجراج قبله. ايوه ابو فهد. الحين انا شفت حلقه كمس كنت زعلان. لا والله كنت زعلان. حتى تقول حتى اجتماعات اسويها في بيت. لا ترى الناس فاهمه غلط. واجتماعات ما هي برسميه، هذه اجتماعات عشان ننسق ان اكثر العيال ما هو يعني موظفين في اماكن. هم اقترحوا ان نجتمع مساء، صرنا يا اخي. بعدين هذه ترى حتى ما تصير فيها محاضر يعني، جلسه لانجاز الامور. سعة صدر وتبادل افكار. طيب ابو فهد بيني وبينك. بيني وبينك زين. بيني وبينك. انت وين كنت ناوي تلعب مباراه؟ ليش؟ وين كنت ناوي تحط المباراه؟ وش مباراه ايش؟ انا والله تسالني اعرف وين مباراه الوحده والعين اقول لك عنها. المباراه الاهلي والوصل اكيد عندي خبر عنها بحكم اني احضر للمباريات دي. النصر مباراه النصر، لو انت في يوم كنت في لجنه المسابقات قبل تستقيل وين كنت ناوي تحطها؟ والله هذا يعني ارجو انك تعفيني من هالسؤال. ما راح اجاوب بصراحه، ما راح اجاوب ابدا. طيب انت الحين استقلت وروقت. الحمد لله انا اصلا كنت في ابو ظبي ورجعت لابو ظبي بس انت. طيب البطوله باقي مباراه باقي عليها اقل من 48 ساعه. الامارات وقطر، مين يفوز؟ انا اتمنى طبعا النهائي الامارات توصلها، بحكم اني انا اعمل في الامارات من 5 سنوات ومحب لها البلد بصراحه. اتوقع ايران والامارات. طبعا اتمنى الامارات. ودي يسويها.
والله اتمنى مبخوت يعرف يختار الوقت الصح ويسجل باذن الله. مباراة رايحة لمين؟ والله مباراة شوف ايران واليابان مباراة قوية يعني بصراحة ما تقدر تتوقع لها، اتصور ان ايران ممكن تفوز بالمباراة يعني. مباراة قطر والامارات راح تكون ديربي قوي في اعلى مستوى، المباراة الوحيدة اللي انا اترشح انها تروح ركلات ترجيح. ركلات ترجيح عاد هنا شطارة الحراس، اعتقد الحراس راح يلعبون دور كبير في المباراة هذه. طيب يا اخي انت المرة صاير هادي مرة. احسن شيء وش اللي متغير؟ الهدوء زين دائما، انا دائما هادي من يوم طلعت في التلفزيون طلع هادي. من قلبت فني وانت متهور؟ لا اي فني لا. يعطيك العافية. طول لي عمرك تشرفت. من الضيف اللي زي ما تقولون يزعجك انت كمعد؟ طبعا تحبه انت بس يطلع لك كذا حركات زي يوسف ثنيان في الملعب. والله محمد بكيري كله اقول له نزل الجوال ابعد الجوال، خاصة ذا مباريات الاتحاد يقعد يتابع وكذا، تعرف مبارياتنا عندنا في الليل يتابع يعرف يبغى خبر ابغى صفقة، حلقة ماشية والحبيب شو يسوي؟ يبحث يدور كذا. محمد يا ابو خالد المشكلة يا ريت عندي تواصل معاه مباشر، فكلم ابو زايد ويشر له ووقف ومن هالسوالف هذه. ابو فهد اي ابو فهد ما شاء الله تعرف كان في لجنة الانضباط، ابو فهد لجنة مسابقات حق جداول حق ترتيب. اي ماشي الامور. حالك؟ الحمد لله كله تمام. يا اخي علي محرضني عليك. ليه بس؟ يقول انت مسبب لهم مشاكل. يعني شوي. لا انا مسالم جدا. طيب مخرجنا مين اكثر ضيف سبب لك مشكله؟ لا البكيري هو اكتر واحد، لانه هو دايما في حماس وفي كلام، ودايما كلامه بيعجب المشاهد كتير، فده بيبقى فيه يعني تشويق اكتر يعني. فالبكيري دايما تلاقي ما تتوقعش رد فعله ممكن ايه، خصوصا لو في حاجه خاصه بالمنتخب السعودي وفي مسؤول سعودي على التليفون ممكن ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل. قال عليه مديوم. على طول. الله يخليك، شكرا يا جماعه وصلنا نهايه الحلقه. انا قاعد اتكلم صوت هادي، شغالين هم هواء، لو يطلع صوتي زياده بموت. يلا لا تنسى لايك سبسكرايب وشير، فما الله يا ربعي.